ازيكم يا امارات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض وصفه سهله وبسيطه تنفع فطار او عشاء. النهارده هنعمل جلاش. معانا لفه جلاش زي ما انتم شايفين كده، وطماطم متقطعه، وجبنه شيدر، وفلفل اخضر وفلفل احمر، وزيتون برضو متقطع. اي جبن عندك تنفع في الوصفه دي. وعندي هنا موتزاريلا، وديت مكعبين زبده على معلقه زيت، وسيحتهم كده زي ما انتم شايفين. هنا بوريكم النوع، الكرامه. هفردها بقى معاكم كده يا حبايبي على بلانشة زي ما انتوا شايفين. وكده فردت معاكم يا حبايبي. هدهن دهنة زبدة كده عشان تبقى مورقة ومقرمشة من جوه، متبقاش عجين من جوه. هحط بقى الحشوة اللي معايا من كل نوع شوية كده. حطيت طماطم، وهحط فلفل، شوية زيتون، شوية جبنة، والموتزاريلا بقى على الوش من فوق. هنطبق بقى مع بعض، وهندهن دهنة زبدة عشان زي ما قلنا تبقى مورقة. طبعا اول واحدة هتتقطع معايا كده، بس انا بعدين هاخد ورقة والفها عليها تاني. لو حصل معاكي كده ما تقلقيش، هاتي ورقة لوحدها ولفها عليها تاني. شايفين؟ هلف انا مع نفسي بقى ورقة عليها دي. هعمل معاكم كمان واحدة دهنة زبدة برضو كده. انا هنا بحط كل ورقتين يا حبايبي مع بعض، يعني دول ورقتين. هرجع احط الحشوة، طماطم وزيتون، فلفل. ومش شرط الحشوة اللي عندي دي يا حبايبي، اي حشوة، اي حاجة موجودة عندك في التلاجة تقدري تعملي الوصفة دي. سهلة جدا، والصبح تعمليها تفطري منها على السريع، او بالليل وانت قاعدة عايزة عشوة سريعة برضو. لفة جلاش واي حشوة موجودة عندك، هتعملي اكلة لذيذة وسريعة. دهنت برضو كده يا حبايبي زبدة، قلنا عشان تبقى مورقة ومقرمشة ومش معجنة من جوه. ولفتها زي الظرف كده. هكمل انا بقى الحشو كله مع نفسي. وكده يا حبايبي حشيت الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده. دي الكمية طلعت معايا، الكمية دي. ولحت هنا على طاسة، حطيت فيها شوية زيت بفرشة بقى، وهوزعها كده. هستنى تسخن، انزل بأول واحدة. هسيبها بقى تتحمص وتستوي على نار وسط يا حبايبي، لا عالية قوي ولا واطية قوي، عشان ما تتحمرش من بره وتفضل العجين من جوه. وكمان عشان الجبنة تسيح، تاخد وقت كده وتسيح. كده قلبتها وطلعتها كمان. حطيت واحدة تانية. شايفين اللون؟ ومقرمشة جدا. كده يا حبايبي سويت الكمية كلها اللي معايا. لونها جميل وطعمها جميل، ومقرمشة من بره وطرية من جوه. وكمان الجبنة سايحة مع الخضار والطعم تحفة. هقطع معاكم واحدة دلوقتي عشان اوريها لكم من جوه. معلش بقى على التصوير يا حبايبي، هنا انا مش عارفة ليه الكاميرا مقلوبة كده. الايد الصغيرة اللي جنب دي بنت اخويا، كانت عندي في اليوم ده، وكانت فرحانة وعمالة بتكلم. كانت عمالة بتقول لكم حطوا لايك وشيروا الفيديو مع اصحابكم وحبايبكم. بتعد على صوابعها. حطوا لايك بقى عشان مريومة. وكده يا حبايبي اكون خلصت الوصفة الجميلة السريعة دي. اتمنى ان تجربوها وتعجبكم، واكيد هتبقى من ايديكم اجمل واجمل. ويا رب الفيديو لو عجبكم حطوا لايك عليه وشيروه مع اصحابكم.